بالنسبه لحضرتك للمواد الخلافيه واعاده التصويت على المواد الخلافيه، هل هيكون النهارده في اعاده تصويت للمواد احنا الخلافيه؟ المفروض وفقا للاتفاق، لان قعدنا بعد الانسحاب اللي تم على طريقه التصويت على الماده 97 خاصه اللي هي متعلقه بالائتلافات اللي تم تمريرها ب 25%. مم. قعدنا جلسه مطوله في حضور رئيس المجلس وممثلي تقريبا كل الهيئات البرلمانيه وائتلاف الاغلبيه، وتوافقنا على التقدم بطلب بموقع من اكثر من يكون الغرض منه اعاده المداوله على نص هذه الماده. ليس الهدف هو اعاده المداوله وفقط، ان ننزل بهذه النسبه للحد الذي يسمح بايجاد توازن حقيقي داخل قاعه البرلمان بيمثل كل التيارات وكل التكتلات اللي موجوده داخل البرلمان، هذا لمصلحه الوطن ومصلحه بقاء هذا البرلمان ومصلحه الديمقراطيه. لان استئصال تيار واحد ايا ما كان لا احد يشكك في وطنيه احد، ولكن توازن القوى تنوعها لمصلحة البلد وترسيخ للديمقراطية الحقيقية الموجودة داخل مجلس. الديمقراطية مش بس ان انت تدلي بدلوك، وانما ان يبقى عندك القدرة ان تمارس حقك الطبيعي في انك يكون لك دور داخل هذا البرلمان، خاصة انه نسبة 25% هتبقى معجزة للجميع في انه يكون اي ائتلاف. ائتلافات. ولو سمحنا بانه يكون في حدود ال 15 او ال 10%، هيبقى عندك بحد اقصى 4 ائتلافات موجوده، وده طبيعي، والديمقراطيات الحديثه في العالم بتقول ده. واحنا في دوله ازمه وفي برلمان ازمه يسمح بهذا التنوع في هذه اللحظه لمصلحه البلد ولمصلحه البرلمان. ولكن في النهايه احنا هنخضع للخيار الديمقراطي اللي لابد ان تصحبه توافق ما بين كل القوى اللي موجوده داخل البرلمان. شكرا لحضرتك جدا.